أهلا وسهلا بالجميع وشكرا لك أستاذ كيكو. أهلا وسهلا بالأستاذ ستان. ستان صحيح معناها شيطان؟ صحيح معناها شيطان ستان؟ أوه. أوه معناها شيطان. طيب. طيب يا أستاذ. طيب أستان، أنت يعني معنى فهمت إنه أنت ملحد صح؟ صح يا أستان؟ والله اتصدمت. لا أدري. طيب يا أستان، بما أنك لا تدري، هل تدري يا أستان أنك لا تدري أم لا تدري أنك تدري؟ يا أستان. ستان بيقول عن حاله لا أدري. طيب بما أنك لا تدري، هل تدري أنك لا تدري أم لا تدري بأنك لا تدري؟ يا ستان. نقرأها بالترجمة. أيوة يا شيطان. السؤال كمان مرة لأستان اللي معنا اسمه شيطان. هم؟ هل تدري يا لا أدري بأنك لا تدري أم لا تدري بأنك لا تدري؟ مش بتقول عن نفسك لا أدري؟ هل تدري بأنك لا تدري أم لا تدري بأنك لا تدري؟ أنا بقول إنه الطريق للمعرفة هو العلم بالجهل. طيب حلو. حلو. عرفت إنك جاهل في مسألة، بتقدر تعلم في مسألة تانية. طبيعي. يعني أعلم واحد في الدنيا جاهل في مسائل هو ما بيعرفهاش. يعني خلينا نقول مثلا هيك، نجيب مثل أعظم طبيب في العالم، أعظم طبيب عيون مثلا، هو جاهل مثلا في الهندسة. طبيعي، هذا اشي طبيعي، عامي في الهندسة، العالم في شيء عامي في شيء تاني. م? لكن انا سألتك سؤال، قلت لك بما انك لا تدري او لا ادري، اللي هو انت، هل تدري بانك لا تدري ام لا تدري بانك لا تدري؟ استاذ استان، او شيطان كما تحب المعنى يعني. لا أدري معناها أنه ليس عندي حقيقة مطلقة. ممتاز. ممتاز. هل أنت تدري أنه ليس عندك حقيقة مطلقة أم لا تدري أنه ليس عندك حقيقة مطلقة، عشان نشوف إذا في عندك حقيقة مطلقة ولا لأ؟ أستاذ. هم؟ قولك إنك لا تدري، إنه كلمة لا تدري معناها إنه ليس عندك حقيقة مطلقة، هل هذا حقيقة مطلقة ولا لأ؟ هل قولك هذا حقيقة مطلقة ولا لأ؟ أدري. إذا أنت بتقول عن نفسك لا تدري وبتناقض وبتطلع بتدري في بعض الأمور. إذا حتى الأسم أو الناس اللي أنت منهم أو الجماعة أو الناس اللي أنت بتنتمي لهم اللي هم اللا أدريين، أنت مش موافق على تسميتهم باللا أدريين، أنت مناقضها. ليس حقيقة مطلقة، هذه حقيقة جزئية. ممتاز. كلامك ليس حقيقة مطلقة وهذه حقيقة جزئية. هو حقيقة مطلقة ولا لأ؟ إذا أنت مركز معي، إذا أنت مركز معي. أهلا وسهلا بجميع الإخوة الرافعين إيديهم، مش راح أطول عليكم إن شاء الله. أستاذ أستان. البدء من الجزئيات إلى الكليات، هذا حقيقة مطلقة ولا مش حقيقة مطلقة؟ أنت بتقول لي ما فيش حقيقة مطلقة عندك. أه شوف أنت كم حقيقة مطلقة أثبتها بنفسك. لاحظ، هذا مبدأ بحث. ممتاز. مبدأ البحث هو حقيقة مطلقة ولا مش حقيقة مطلقة؟ لاحظ كم حقيقة مطلقة انت سويت وانت بتقول فيش حقيقة مطلقة. لاحظ. المعنى معروف اخونا. ممتاز استاذ كريم، المعنى معروف اخونا. طيب المعنى المعروف هذا مش هو حقيقة مطلقة؟ شوف، هاي صاروا 5 6 حقائق مطلقة في الكلام اللي انت بتحكيه وانت بتقول لي فيش حقيقة مطلقة. لاحظ. هم؟ شوف أكم حقيقة مطلقة انت اعترفت فيها. لاحظ. ممتاز. كلامك بتقول لي اخي هاي سفسطة. بما انك بتقول انه كلامي سفسطة وانت شايف هذا الكلام حقيقة مطلقة اللي هو كلامي انا سفسطة، اذا هاي صاروا 6 حقائق مطلقة. عدوا يا شباب معاي، عد يا خطاب ويا كيكو ويا كل المسلمين، عدوا اكم حقيقة مطلقة اعترف فيها اللي هو استان وكريم. استان وكريم. كريم بيقول انا لست على الحقيقة المطلقة، ما المشكلة؟ اذا انت عارف حالك انه في شيء اسمه ليس حقيقة مطلقة.
إذا كلامك حقيقة مطلقة، إنه فيش شيء اسمه حقيقة مطلقة. ملاحظ؟ طيب كمل. أنا بقول لك قاعد حقائق مطلقة من كلامك. يعني أنت كلامك لما قلت فيش حقيقة مطلقة أنت نقضته بخمس ست نقاط. أخي لو تسمح لي فعلا هذا جدل ليس ممدوح ولن يوصل لشيء. ممتاز. هي هون كمان حقيقة مطلقة، صاروا سبعة. عدوا يا شباب، أكم حقيقة مطلقة صاروا؟ سبعة. هذا جدل ليس ممدوح ولن يوصل لشيء. حقيقة مطلقة إنه هذا النوع من الجدل ليس ممدوح ولن يوصل لشيء. ملاحظ يا أستاذ كريم؟ حقيقة مطلقة هون كمان، حقيقة مطلقة. ملاحظ؟ لاحظ؟ أهلا وسهلا أستاذ محمد. لاحظين كم حقيقة مطلقة صاروا؟ سبع حقائق مطلقة. أنت تتجاهل الكلام. هي 8 حقائق مطلقة. إنه أنا أتجاهل الكلام، أنت بتعرف إنه أنا أتجاهل الكلام، إذا هذه حقيقة مطلقة كمان. هي 8 حقائق مطلقة أو 9. عدوا معي يا شباب، بطلت أعرف أعد أنا. مين يزيد؟ وأنت عارف طبعا شو معنى كلمة الزيادة. أنت عارف شو معنى كلمة الزيادة. هي عكس النقصان، هي زيادة على الشيء. كويس؟ هي كمان حقيقة مطلقة. هي 9 يا شباب. عدوا حقائق مطلقة. يلا شو في عندك كمان؟ والأستاذ كريم كتب بعض. بعض هو جزء من الكل. متفقين مع بعض ولا لا يا أستاذ كريم؟ أكيد متفقين، لأنه الجزء دائما أقل من الكل. هاي كمان حقيقة مطلقة. أنا على فكرة لو ضليت معاكو بطول لك من كلامك نفسه مئات وآلاف الحقائق المطلقة. طول ما احنا موجودين بنضل نطلع حقائق مطلقة، وبتطلعوا انتوا التنين بتحكوا عن حالكم. اللي بيحكي عن حاله لا أدري، واللي بيحكي عن واللي بيقول ما فيش حقيقة مطلقة، طلع من كلامه انه يدري اشياء كتير وفي عنده حقائق مطلقة كثيرة جدا جدا. فشوفوا كم حقيقة مطلقة طلعتوا. شوفوا انتوا نفسكم بتناقضوا كلامكم. بتقولوا ما فيش حقيقة مطلقة من مرة، وبتقولوا لا تدروا، بتقولوا عن حالكم لا أدري، وطلعتوا تدروا أشياء كتير، وطلعتوا من كلامكم حقائق مطلقة كثيرة جدا جدا. طبعا أستاذ محمد العلم مليء بالحقائق المطلقة. هاي أستاذ خطاب بيسأل شريف وين؟ شريف حقيقة مطلقة، شخص موجود معنا في البالتوك، له أقانيم كثيرة. أكيد أنا أدري أشياء كثير، وهل قلت لك أني ضد العلم؟ أنا ما سألتك عن العلم. شوف هون كيف صار يعني أنت صرت تتناقش بطريقة مغلوطة أكتر. هل أنا كان سؤالي يا جماعة إله إنه أنت ضد العلم ولا مع العلم؟ حدا يقول لي إذا أنا كان سؤالي عنه، كان سؤالي مع أستان إنه أنت ضد العلم ولا مع العلم. أنا كان سؤالي مع أستان إنه كيف أنت بتقول عن نفسك لا تدري، فهل أنت يا لا أدري تدري أنك لا تدري أم لا تدري أنك لا تدري؟ هذا كان سؤالي معه. أنت ضد العلم الزائف. هذه حقيقة مطلقة إنه في علم زائف. صح صح يا أستان، صاروا 11 حقيقة مطلقة. 11. مين يزيد؟ أخي مش نقاشي مغلوط، فهمك لكلامي مغلوط. برضه ممتاز. إذا في كلام فهمه صحيح، وفي كلام فهمه مغلوط، أو في ناس بتفهم بشكل صحيح وفي ناس تفهم بشكل مغلوط نفس الكلام مثلا. بالتالي هذه حقيقة مطلقة، وهي صاروا 12 حقيقة مطلقة. وبالتالي في نفس الوقت أنت تدري، يلي بتقولي لا أدري، أنت تدري إنه في كلام مفهومه بيكون مغلوط عند البعض. هي حقيقة مطلقة. مين يزود؟ طيب لا آتيك بكلام ابن تيمية من كتابه مجتزأ. ماشي ممتاز. انت بتعرف انه في كتاب لابن تيمية اسمه الكتاب لابن تيمية، وبتعرف انه في شخصية اسمها ابن تيمية. هاي هون حقيقتين مطلقات. صاروا 13 حقيقة مطلقة يا جماعة، او 14. بلاش هذا المثل. ممتاز. كلمة هذا المثل، كلمة هذا المثل انه في امثال مثلا. صح، حقيقة مطلقة. 14 حقيقة مطلقة. زودوا يا جماعة. لا تقربوا الصلاة، هل هذه آية في القرآن؟ هذه جزء من آية، صح، والجزء بعض من الكل. مظبوط، حقيقة مطلقة. موجود آية في القرآن بتقول لا تقربوا الصلاة.
صح؟ بس بتبدأ ايش؟ او بتقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. تمام. هم آية في القرآن، الآية بتقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بديش أطول على الجماعة اللي طالبين، طلنا على كل حال حوالي 15 حقيقة مطلقة من كلام أستن وكلام اللي هو كريم، اللي واحد فيهم بيقول عن حاله لا أدري، وواحد بيقول عن حاله ملحد. التنين هدول طلعوا يدروا أشياء كتير وبيقولوا إنه فيش حقيقة مطلقة، وطلع في عندهم حقائق مطلقة كثير جدا من كلامهم، فبالتالي كلامكم مغلوط، انتوا نفسكم مش مآمنين فيه. هذا نهاية كلامي، واهلا وسهلا بالجميع، ويا ريت يا ريت يا استاذ استان والاستاذ كريم، يا ريت انه انتوا التنين تبقوا تبحثوا في كلامكم قبل ما تتكلموا فيه، لانه انتوا بتناقضوا نفس كلامكم. اول او اسم ال النوع اللي انتوا منه اللي هو لا ادري او الكلام هذا نفسه هو يعني مش مآمنين فيه. شوف سبحان الله، يعني تدعونا لشغله انتم مش مآمنين فيها. شوف هالعجب قديش. انا احاول اطرح اسئله. كريم عندي لك كتاب، يا ريت تقرا كل الكلام على التكست. انا قرات وطلعت لكم منه حقائق مطلقه يا استن. استن معناها شيطان، بنذكر الاخوه المسلمين، استان معناه شيطان، استان معناه شيطان، فهو استان يعني بسمي حاله بالشيطان، هو حر، هو حر. عشان التسجيل يكون منصف. انت على كل حال، على كل حال جبت لي جزء من آية، وانا قلت لك انه هذه جزء من آية. تمام. على كل حال على كل حال وضحت المسألة، انه لا ادريين واللي بيقولوا ما فيش عن حالهم فيش حقيقة مطلقة، طلعنا لهم حقائق مطلقة كثيرة من عندهم، حوالي 15 حقيقة مطلقة من خلال كلامهم. وبارك الله فيكم واهلا وسهلا بالجميع. مين حابب ياخذ المايك؟